نحن مجموعة من قبل جامعة حيفا. المجموعة من إدارة السلطات المحلية العربية في الدولة. اليوم جينا نزور مدينة سخنين كي نتعرف عن قرب على مدينة سخنين، على سكانها، على المحلات التجارية، وحابين نعرف شو الطريقة اللي سوقت مدينة سخنين في التطور تبعها والنجاح تبعها، إذا من ناحية كلية التعليم وباقي المحلات التجارية. نعم، يعني أبو شحادة، أنتم طبعا كنتم موجودين في عدة محلات في سخنين، انتشرتوا وشفتوا واستمعتوا إلى الناس في الكثير من الأمور يمكن اللي أنتم تعرفتوا، الأمور اللي أنت لمستها في أهل سخنين، في الوضع في سخنين، هل هناك تطور؟ شو الأمور اللي أنت شفتها؟ الحقيقة زرنا عدة أماكن تجارية في مدينة سخنين. استنتجنا عن الحضارة الموجودة، عن الاستقبال الحميم إذا من قبل التجار. نحن نعرف عن كثب أنه يوجد إخوان أو سكان من الإخوان المسيحيين في سخنين، والأكثرية هي مدينة إسلامية، ولكن ما لمسناش أي فرق بين مسيحي أو مسلم، الكل كإخوان. الاستقبال هون كان ملفت للانتباه. التطور هون فظيع جدا، وأنا بطلب وبتوجه خاصة لرؤساء المجالس العرب يزوروا مدينة سخنين، يزوروا رئيس البلدية الأخ أبو محمد مازن، وبلكي يتعلموا منه أشياء إذا في جلب الميزانيات أو تطوير البنية التحتية أو تطوير المحلات التجارية. فهذا طبعا اليوم زادنا شرف كبير زيارة مدينة سخنين، التعرف على أهلها وعلى تطورها، وإن شاء الله إنه ننقل هذا التطور كل واحد للبلد اللي هو جاي منها. وطبعا رايحين نحكي لزملائنا في العمل وأصدقائنا في البلد عن الأشياء الإيجابية، وكلها إيجابيات اللي لمسناها من أهل سخنين وبلدية سخنين. واسمح لي أشكر الأخ أبو محمد أسعد طه اللي هو المسؤول المباشر من قبل جامعة حيفا عن المجموعة هاي، كإنسان بكل معنى الكلمة، قديش بيحب مصلحة إخوانه ويقدم مصالح الموظفين في المجالس المحلية. شكرا. احنا كمجموعة من قبل طلاب الشؤون الحكومية المجالس المحلية هذا بيكون أكثر باللغة العربية أصحاب. نعم. قمنا بجولة للتعرف على الأماكن التجارية في مدينة سخنين، طبعا احنا كلنا بنعرف عنها وبنسمع عنها ان هي مدينة كثير كبيرة ومزدهرة. وبالفعل احنا لما كنا انا اتفاجأت انه انا ما توقعتش انه يكون كل هذا الازدهار وكل هذه المحلات التجارية. انا شخصيا عملنا برمي انا واللي كانوا معي على اغلب المحلات هون. فتنا على كاسترو، سألنا الصبايا هناك عدة أسئلة وبالفعل جاوبوا معنا، تعرفنا على أشياء كثيرة من ناحية التجارية، من ناحية الإقبال. وأنا شايفة إنه العوامل اللي أدت إلى ازدهار هاي المدينة أول شيء السكان نفسهم، كله التفتح، الوعي اللي صار عند الناس انه طبعا التجاره بتضل داخل المدينه، هذا العامل ادى الى ازدهار. مثلا في كل المحلات هون بتشوف ماكدونالد، مثلا في محلات للاطفال، في محلات مطاعم، محلات تجاريه. طبعا هن بدوش يحتاجوا انهم يطلعوا بريت المدينه عشان يدوروا على الاشياء. بالفعل كثير عجبني المحل، وانا بفكر
سخنين مدينة صح؟ نعم. معترف فيها كمدينة. اكيد. انه كمان اذا هن بيعملوا اكثر تسويق للمدينه والمحلات التجاريه كمان بصير عليها اقبال اكثر من هيك. شفت انه في بلد كمان تشبهها وهي بلد يركا، قريه يركا. انا في الاصل من يركا. انا بشوف الظاهره هي موجوده كمان عندنا في يركا، انه اغلب السكان في يركا بيطلعوش مثلا على بلد ثاني، كل الشاكل بضل في قلب يركا. في عندنا مقوله في يركا بتقول الشاكل بيطلع من اول يركا وبرجع على اخر يركا وبضل في يركا. وهذا الاشي عشان هيك بتشوف ناس كثير عندنا هن اللي صاروا شو بيقولوها بالعربي اغنياء عليه هون. طبقات عاليه يعني. نعم. اثرياء بالعربي. كيف لقيتي معدن الناس اهل البلد؟ ناس كثير طيبين، كثير عندهم استقبال حلو. يعني انا كنت لغاد استقبلتنا الصبيه ما كانش عندها شك انه مثلا او شيء. انا عرفت عن حالها اول شيء بطريقه مؤدبين، مرحبا احنا من كرسي كيكا، فيش شيء تخافي منه. سالها اسئله محدده، كيف طريقه التسويق عندكم، اذا عن شو بيقولوها تنعيم العمال، حقوق العمال. نعم. حقوق العمال عندكم، اذا بعطوكم حقوق، اذا في بيعود للعامل، اذا في بيعملوا لهم ايامات تكتل جيبوش للعمالين. نعم. اعطت اجوبه بطريقه كثير حلوه. وانا كنت بعرف انه كاسترو هي كمان عالميه، شركه عالميه. شفت كمان هون في كثير شرك او منتجين اللي هي حسيت انه عن جد مدينه سخنين انا بظن فيها اثرياء كثار عليهم. انا بفكر انه بالثراء هذا هم بيقدروا يطوروا بلدهم اكثر، بيقدروا يساعدوا حتى الناس اللي معهاش فقراء، بيقدروا يساعدوا يعلوا من هذول الاثرياء الموجودين هون، يستغلوا هذا الثراء تبعهم انه يقدموا البلد من ناحيه حنوخ تربيه وعلم، انه احنا نوصل لمناصب في التعليم ارقى واكبر من هيك. يكون الثراء اكثر ثراء النفس. اما عن جد يعني انا كثير انبسطت تعرفت على سخنين، انه بلد عن جد بتجنن، وكثير كنت مبسوطه لانه في عندنا قرى عربيه من هذا النوع يعني. اسمي أيمن هيب، أنا من قرية طوبة الزنجرية. طبعا نحن موجودون اليوم في مدينة سخنين ضمن دورة إدارة في السلطات المحلية، طبعا تحت إرشاد المربي والأستاذ الفاضل أسعد طه. وضمن فعاليات هذه الدورة نقوم اليوم بزيارة مدينة سخنين من أجل التعرف عن كثب وعن قرب على المحال التجارية الموجودة في سخنين، وكيف استطاعت هذه المدينة أن تسوق نفسها بهذا الشكل إلى أن وصلت حسب رأيي طبعا ورأي الجميع إلى مركز ومرتبة مرموقة في الوسط العربي، وهي بدون شك نموذج كل قرية عربية تريد أن تصل إلى المستوى الذي وصلت إليه مدينة سخنين، وذلك طبعا بحسن إدارتها وبالقيادة الموجودة في هذه المدينة ضمن دورة تسويق وجودة الخدمات. وصلنا اليوم وقمنا بالدخول إلى المحال التجارية في مجمع سخنين وأيضا في المحال القريبة منهم، وقمنا طبعا بإجراء حوار مع أصحاب المحل. ما لمسناه في مدينة سخنين طيبة أهلها طبعا، والعمران الموجود وحركة التطور والتقدم الاقتصادي والموجود في مدينة سخنين. ونأمل طبعا أن تحذو حذو سخنين جميع القرى العربية، لأنه مدينة سخنين أثبتت نفسها وبجدارة في جميع المجالات، وأنا أعتبرها بشكل شخصي أيضا في مجال الرياضة وفريق كرة القدم، وأنا أعتبرها بشكل شخصي من أنجح المدن العربية في البلاد على الإطلاق.